السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي بعد غياب. رجعت لكم فيديو جديد. اولا نعيدكم مبارك سعيد واخا معطله، وحتى هذا الفيديو راه معطل شويه. المهم في رمضان ما قدرتش نشارك معكم اي طبيله ديال الفطور لاسباب صحيه ومع التربيه. فهنايا صورت واحد الميني عراضه صغيره ليله العيد اللي هي في رمضان ديال الفطور، وقررت انني نشاركها معكم واخا معطله. المهم وصفات تقدروا تستافدوا منهم من بعد، يعني في رمضان الجاي او لا في اوقات اخرى. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، قبلوا عليا وتابعوا معايا الفيديو للاخير. واول حاجه غادي نبدا بها هنا هي ميني بيتزا بعجينه سهله. كندير في واحد الاناء 3 ديال الكيسان ديال الدقيق فورص، كنزيد عليهم واحد المعلقه كبيره ديال الخميره فوريه والملح. انا درت هنايا معلقه ونص صغيره، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وهنايا كنزيد الزعتر والابزار ثوم بودر للتنسيم، هادشي اختياري. وكنزيد هنايا 3 الكيسان بنفس الكاس باش عبار ديال الماء دافي، مع 3 المعالق كبار ديال حليب غبره. اللي بالنسبه اللي ما عندهاش الحليب يعني غبره كتضيف بلاصه الماء الحليب السائل وكتجمع به داك الدقيق. كنخلط مزيان غير بالطراب اليدوي حتى تنسجموا المكونات. من بعد كنغطيه، كنخليه حتى يتضاعف الحجم ديال الخليط ديالي وكيطلق هاد الفقاعات هادو. من بعد كنزيد 2 الكيسان ديال دقيق الفورص و3 الكيسان ديال الفينو. بالنسبه للكاس الاخر ديال الفينو انا خليته حتى الاخر وضفتو شويه بشويه حتى تجمعات لي العجينه. مباشره كندلكها واحد شويه غير باش كينسجموا لي المكونات، وكنخدم بها ما كنخليهاش كتخمر. مباشره كنفرشها كما غادي تشوفوا في الفيديو، وغادي ندلكها بالدلاك، نفرشها على السمك اللي بغيت وكنقطعها على شكل دوائر في القياس يعني تاع الدوائر اللي بغينا. غير واحد النصيحه، ملي تفرشوا العجينه حاولوا تقلبوها كيف ما درت انا دابا في الفيديو، عاد باش مباشره نقطعوها باش يبقاو دوك الدوائر يعني بالحجم ديالهم ما يتقلصوش. من بعد كنديرهم في الصينيه، كنتقبهم بالفرشيطه وكندخلهم الفران غير كيشدوا في راسهم، وكنخرجهم وكنحتفظ بهم في المجمد حتى كنحتاجهم مباشره. كنخرجهم كنعمرهم باي حشوه بغيت وكندخلهم الفران كيتحمروا كيكملوا الطياب ديالهم، وكنقدمهم بالصحه والراحه. ثاني حاجه غادي نشاركها معكم هنا هي كيش بعجينه سهله كتوجد دغيا بسرعه قياسيه بدون زبده، والمهم انها كتجي رائعه. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج 400 غرام ديال الدقيق ما يعادل 4 الكيسان. كنضيف ليه معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، نص معلقه ديال الخميره الفوريه والابزار، ثوم بودر والزعتر للتنسيم. كنخلط النواشف مع بعضياتهم. من بعد كنبسهم بواحد نص كاس ديال الزيت. انا درت زيت نباتي، بغيتي تستعملي زيت الزيتون استعمليها. كنضيف واحد البيضه حتى هي بغيتي تضيفها كتضيفيها، ما بغيتيش كتحيديها، غير كتزيد واحد الهشاشه لهاد ليكيش. من بعد مباشره كنبدا كنجمع بواحد نص كاس ديال الماء دافي. نجمع باطراف الاصابع فقط، المهم اننا نجمعوها بلا ما ندلكوها، غير تتجمع مباشره. كندلكوها بالدلاك، كنفرشوها كتكون العجينه رطيبه. كنفرشها بالدلاك على السمك اللي بغيت. انا هنا رققتهم، من الاحسن يكونوا واحد شويه زايدين على هاد السمك اللي درت انايا. وكنحاول انني نقطعهم بالدوائر في القياس اللي بغيت ونديرهم في المول ديالي. انا هنا ما عنديش لي مول ديال لي كاش، استعملت هاد لي مول اللي عندي. كما كتشوفوا العجينه راه كتجي رطيبه، غير المهم انكم ما تدلكوهاش، جمعوها فقط باطراف الاصابع ومباشره فرشوها بالدلاك. كنقاد الدوائر ديالي في المول، كنطلع لهم الجوانب ديالهم مع المول وكنثقبهم بالفورشيط، وكنكون مسخنه الفران على درجه حراره متوسطه. كندخلهم باش غير كيتشمعوا واحد شويه، يعني ما يتحمروش، غير كيتشمعوا صافي. وكنخرجهم هنا الباقي ديال العجين كنجمعو بحال كيف كنديروا الصابلي بلا ما ندلكو، غير كنجمعو كنعاود نفرشو ونعاود نفس العمليه.
كما كتشوفوا راه كيجيو رائعين، ما كيتغيرش الحجم ديالهم، ما كيتقلصش وساهلين. ومن بعد هنا غادي نوجد معكم الكفته ديال الميني برجر، نحطها يعني تشرب. انا فايته وجدت يعني ميني بيتزا ميني كاج من قبل، وكنت حاطاهم في المجمد. ميني برجر كانوا عندي في الفريغو، راه كنت شاركتهم معكم هما بطبيطات صغار. يعني غادي نوجد غير العمارات. بالنسبه للعطريه ديال الكفته كندير ليها شويه د الابزار، الملح حسب الكميه ديال الكفته، الكمون، الثوم غبره والتحميره، زائد واحد البيضه باش كنجمع الخليط، واحد البصله محكوكه ومعصوره من الماء ديالها. هادشي فقط اللي كندير في هاد الكفته، وراه كتجي بنينه، ما كنزيد حتى اضافه اخرى، وكنجمعها وكنخليها تشرب. من بعد غادي نشارك معكم واحد التتبيله اللي كنديرها للدجاج ديال يعني دجاج كنتاكي. كندير واحد البيضه، كنزيد عليها الابزار، الخرقوم، فلفله حمراء وشويه ديال الكمون، واحد شويه ديال الثوم بودر، قزبور يابس وشويه ديال السكنجبير الهريسه. وكنجمع المكونات بواحد نص كاس ديال الحليب، هنايا زدت واحد 2 معالق كبار ديال الحامض نسيتهم، وكنرقد فيهم الدجاج اللي مقطع على شكل طولي. كنغطي الخليط وكنخليه في الثلاجه باش ما كيجي داك الدجاج بنين. هنا صوبت يعني الحويجات اللي غادي تشربوا العطريه ديالهم بحال الكفته ديال ميني برجر والدجاج، خليتهم في الثلاجه. وغنمشي باش نوجد معكم ميني بسطيله. انا ديجا فايته شاركتها معكم في القناه، داكشي علاش هنايا ما عطيتكمش يعني التفاصيل، يعني فايته مشاركه معكم. غادي نعطيكم فقط واحد لاستيوس باش كتسهلوها عليكم، واللي كتجي بيه بسطيله بنينه مع بعض الاضافات. هاد البسطيله كتجي سهله، علاش؟ لان انا ما كنسخوش اللوز ونخليوه ينشف عاد نقليوه عاد باش نطحنوه مباشره. كناخذوا اللوز كنمسحوه نقليوه في الزيت بالقشره ديالو، راه كتعطيه واحد المنه زوينه. كنقسم هنا حبات من اللوز باش كناخذ العبار ديال الطياب باش كيبان ليا واش تحمر ولا لا، ما يتحرقش ليا. ملي كيتحمر كما كتشوفوا راه كنحيدو، كنخليه حتى كيبرد وكنطحنو. هنا راني ضفت البيض ديك لاصوص تاعت الدجاج باش يتجمع ليا، خليتها كتسقطر نشف من داك الزيت. واللوز ديالي راني طحنته مع سنيده، وغادي ندوز باش نعمر البسيطلات. انا ديجا شاركتهم معكم في القناه، لذلك ما عاودتش يعني بالتفصيل باش ما نطولش عليكم الفيديو. واحد الاضافه اللي درت هي اللوز والمشماش مقردين معسلين، هما اللي ضفت كيعطيو واحد القرمشه وبنه وسط البسطيله. كناخذ المشماش كنقطعوه، وكندير واحد شويه الزبده في مقيله زائد شويه سنيده، كندوز في هذاك المشماش وكنزيد الكركاع فقط. نعمر به حتى هو البسيطلات كيجيو زوينين. انا هنا استعملت ورق الفيلو، كيعجبني الصراحه في الفران في البسيطلات، وداكشي اللي كيطيب في الفران كيجي زوين. انا كنشكل البسيطلات ديالي كندهن بالزبده، وكنشكلهم هنا درتهم بحجم صغير شويه. من بعد نستفهم في الطاوله اللي غادي ندخل الفران، كندهنهم بشويه ديال الزبده وكندخلهم كيطيبوا. ملي كيخرجوا دهنتهم بعسيله وزينتهم باللوز كونكاسي محمر. مباشره غادي نمشي نوجد معكم بريوات اللي كيجيو رائعين. كندير هنايا واحد 2 بصلات مشلضين في مقيله اللي فيها الزيت، كنخليهم حتى كيبداو كيتحمروا، كنزيد عليهم واحد نص معلقه كبيره ديال الثومه، كنخليهم حتى كيتقلاو وكيتذهب اللون ديالهم. خديت هنا واحد 3 البطاطات كبار مسلوقين، معستهم، زدت عليهم هذيك البصله والربيع، زدت عليهم واحد 2 فرماجات الجبن كريمي، مليحه، الابزار وشويه د الكمون، زيت العود والفرماج محكوك والهريسه. ضفت حتى الهريسه باش تعطيني داك المذاق ديال الحار. هنايا غادي نستعمل هاد الورقه هذه باش اللي غادي نستعمل في هاد البريوات. ما تحقروهمش، هاد الناس كيجيو رائعين. وداك الثومه خاصكم تخليوها حتى تقلى مزيان تحمر هي والبطاطا، كتعطي واحد النسمه رائعه ليهم. بغيتو تضيفوا الثوم كتضيفوه، انا هنا استغنيت عليه. كنجمع البريوات ديالي السيكاغ كنجمع لي السيكاغ ديالي وكنلصقهم بيض البيض، ومباشره كنقليهم على نار متوسطه
حتى كيتحمروا. من بعد غادي نمشيو نوجدوا واحد البسيطلات مالحين بالدجاج ولا صوص بيشاميل. درت هنايا زويته فواحد الطنجره بين زيت العود وزيت النباتيه، زدت عليها ضريس ديال الثومه وفخيضات ديال الدجاج واحد 5، حركتهم حتى تقلاو. من بعد زدت الابزار، واحد شويه د الملحه، شويه د الكمون، وبللت بالماء. كنغطي عليهم وكنخليهم كيغلاو حتى كيتشربوا داك الماء وكيطيبوا. من بعد كناخذ واحد المقيله كندير فيها شويه الزبده، واحد البصله مشلضه حتى كتقلى وكيتذهب اللون ديالها. كنزيد عليها الشامبينيون، شويه الابزار، شويه مليحه، وكنحيدهم في نفس المقله. غادي نصاوب لاصوص بيشاميل اللي فيها معلقه كبيره ديال الزبده، غادي نزيد عليها معلقه كبيره ديال الدقيق. ملي كتذوب ديك الزبيده كنحرك مزيان حتى كيطيب شويه داك الدقيق، وكنزيد عليه واحد الكاس ديال الحليب، وكنزيد مليحه، شويه الابزار للتنسيم الى عندكم حكيكه ديال الكوزه، وكنضيف الفرماج. كنحيد المقله من فوق النار وكنحرك داك الفرماج حتى كيذوب. بعد ما طاب الدجاج، الفخيطه الدجاج كنفرزتهم، كنزيد عليهم ديك البصله مع لي شامبينيون، كنزيد داك لاصوص بيشاميل مع الفرماج، كنضيف الربيع مقطع وواحد الكميه اخرى من الفرماج، وكنجمع الحشوه ديالي هي باش كنعمر هاد البسيطلات. راه كتجي رائعه. غير المهم الا استعملتوا هذيك الورقه بالنسبه للبنات اللي في اوروبا، هذيك الورقه ديال كنقولها الورقه ديال الشينوا، من الضروري انكم تعمروها مزيان 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 بالزيت باش تجينا مقرمشه وما تجيش لاويه في الفران. فاش كنجمعها راه ما كنستعمل لا دقيق لا بيض البيض لا والو، كنجمعها غير بديك الزيت باش دهنتها، وكنحطهم في اللاطه ديالي وكندخلهم، كنعاود ندهنهم بزويته من الفوق، وكندخلهم للفران على نار متوسطه حتى كيتحمروا. من بعد هنا غادي نشارك معكم التحليه السريعه اللي وجدت. عندي جوج ديال لي كاسرول. الاولى كندير فيها كاس لاروب ديال السكر سنيده مع معلقه كبيره ديال الماء، وكنخليهم على جنب. الكاسرول الثانيه كندير فيها نص لتر ديال الحليب مع معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان وجوج معالق كبار ديال النشا. هادشي فقط اللي غادي نحتاجو. كناخذ داك الكراميل كندوبو. انا هنايا راني غلطت لانه تليفوني وليداتي كانوا كيتغاوتوا سبقت يعني الخليط ديال الحليب والنشا هو الاول حتى عقد، لكن هذا الخليط كنخليه حتى الاخر. ملي كيذوب الكراميل في الكاسرونه كنزيد عليه الخليط ديال الحليب مع النشا ونبقى نحرك حتى كيعقد. انا هنايا تلخبطت شويه ضفت الكراميل على هذاك الخليط وبقيت كنحرك. المهم حتى داب وجا نفس الشيء، غير هو كيعذبكم شويه داك الكراميل الى زدتوه على الكريمه. من بعد هنايا زينت بالكراميل الزبده المملحه ولا كراميل بوغ صالي وحبيبات ديال القهوه. من بعد هنا غادي نشارك معكم واحد الكيك ديال اللوز ساهل ديال اخر لحظه، كيوجد بسرعه قياسيه وبلا كثره المكونات. اللي غادي نحتاج فيه واحد 4 ديال البيضات بحراره المطبخ، كنزيد عليهم واحد 150 غرام ديال سكر سنيده وساشي ديال الفاني، كنطربهم حتى كيتضاعف الحجم ديالهم. ومن بعد كنزيد 200 غرام ديال اللوز غبره، اولا اللوز كتاخذوه كطحنوه بقشره ديالو، يعني كطحنوه بالقشره ديالو كتستعملوه، وكنخلط. من بعد كنزيد في الاخير 100 غرام ديال الزبده مذوبه اللي ضفت ليها النكهه ديال البيستاج، وكنزيد نطرب. كنفرغ الخليط في واحد المول مدهون بالزبده مفرش بالورق، كنرش باللوز وكندخلو يطيب على 170 درجه. كنشعل عليه من التحت حتى كيتحمر، وكنعاود نشعل عليه من الفوق. ملي كيبرد عاد كنديمو ليه وكنقدموه بالصحه والراحه. من بعد هنا في المراحل الاخيره انا شكلت الكفته ديال البرغر وقليتها، وخديت داك الدجاج اللي سبق لي رقدت وحطيته في الثلاجه. صدر اللي رقدت كندوزو من الدقيق اللي فيه نفس التوابل اللي ضفت للدجاج، كندوزو مزيان كنمرمدو حتى كيعمر بهذه الطريقه كما كتشوفوا. وكنبقى كنورك عليه بالصبيعات ديالي، وكنقليه في زيت اللي كتكون سخونه حتى كيتحمر مزيان على كاع الجهات كما كتشوفوا في الفيديو. وهنايا
عمرت الميني برجر ديالي. راه الطريقه ديال العجين كنت شاركتها معكم، راه نفس هاد اللي برجر اللي كنت حطيت في المجمد هما اللي جبت دابا وعمرتهم. من بعد هنا لي ميني كيش ديالي حتى هما صوبت لهم لاباغي ديالهم فيها واحد نص كاس ديال لا كريم فريش مع واحد البيضه، وكنعمرهم هنا غير لا داند فيمي اللي قطعته مربعات. زدت ديك لاباغاي وفرماج محكوك من الفوق ودخلتهم للفران باش كيتحمروا كيكملوا الطياب ديالهم. وبالنسبه للساندويتش طوال انا عمرتهم بالخس وداند فيمي وقدمتهم، وكذلك الخبيزات هما اللي عمرت بداك الدجاج اللي قليت ديال كنتاكي على طريقه دجاج كنتاكي، كيجي حشيش وبنين. والحريره الحمراء المغربيه اللي ما كتخطاش الطبيلات ديالنا في رمضان حتى هي طريقه راه فايته شاركتها معكم حتى هي. المهم اي حاجه شاركتها ما نبغيش نعاود نشاركها في القناه. وهنايا الميني بالسطيله كنوريكم كيفاش جات، حتى هاك لو سالا وعد باش صورت لكم كيفاش جات من الداخل. داك الكركاع كيعطي واحد القرمشه والمشماش حتى هو. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.